النهارده ان شاء الله هعمل معاكم فطار سهل وسريع ومش هيوقفك في المطبخ اكتر من نص ساعه. وبصدر فرخه واحد هتعملي فطار يكفي البيت كله. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه زي ما انتم شايفين هنعمل الخشاف. جبت البلح كده فصصته وشلت النوى اللي فيه وغسلته كده عشان لو فيه رمل. وبعد كده قطعت عليه مشمشيه وقطعت تين مجفف، وهقطع قراصية وهقطع قطع كده من قمر الدين. وكده اول حاجه بنعملها لما بتكوني هتعملي خشاف بيت بالليل اول علشان يطرى معاكي، البلح يطرى وقمر الدين يدوب. قطعت كده القراصية وبعد كده هقطع عليه مكعبات من قمر الدين، وهحط عليه معلقتين اتنين سكر. مش هنزود السكر لان طبعا البلح مسكر والمشمش مسكر، فعشان ما يسكرش معاكي قوي حطيت معلقتين اتنين بس من السكر. وهقلبه كويس وبعد كده بقى هسيبه يدوب. حابه تسيبيه بره التلاجة او تدخليه التلاجة برضو مفيش اي مشكله. قلبته كده خلاص كده تمام. بعد كده زي ما قلت لكم جبت صدر كده الفرخه غسلته كويس ونشفته بمناديل. بعد كده هفصله كده الجزئين، يعني هعمل الصدر الجزئين وهخلي العظم اللي فيها اشيل العظم خالص. وزي ما قلت لكم بصدر الفرخه ده نعمل فطار يكفي البيت كله. بعد كده بقى جبته وقطعته شرايح بالطول كده. بعد كده هعمله مكعبات صغيره، لو في دهون بقى او اي حاجات زايده كده بشيلها زي ما انتم شايفين. وهعمله كده مكعبات صغيره. وبعد كده هشطفه بميه برضو على السريع كده، لان انا طبعا غسلاه بدقيق وملح وجنزبيل وليمون. فبعد ما بتقطعيه بترجعي تشطفيه تاني. خلاص قطعته مكعبات زي ما انتم شايفين وشلته في طبق. نشوف بقى باقي الصدر هنعمل بيه. قطعته كده مكعبات عشوائي. وهنروح بقى في الكبه. احط بصلايه وقرن فلفل احمر وفصين توم مهروسين. وبعد كده هفرم البصل كده كويس انعمه كويس. وهنزل عليه بمكعبات الفراخ. وهحط بقى البهارات اللي انت تحبيها. هنا هنعمل كفتة فراخ وحطيت معلقتين بقسماط. حطيت بهارات، حطيت فلفل اسمر وبابريكا وكمون وكزبرة وسبع بهارات. مش هحط اكتر من كده. ما حطيتش لا توم بودر ولا بصل بودر، لان حاطه التوم والبصل هنا حاطه توم وبصل فريش. بعد كده بقى اصبع الكفته زي ما انتم شايفين على اي حاجه عندك، شوكه، معلقه، السيخ من اللي انت بتسيخي عليه الكفته، اي حاجه عندك متاحه هتعملي بقى الكفته. شايفين بقى صدر الفرخة هنعمل منه وصفتين اتنين. شايفين ما شاء الله عامل معانا كمية كفتة حلوة. بعد كده هروح في طاسة كده على النار حطيت فيها شوية من الزيت. ونزلت بمكعبات الفراخ. هشوح كده المكعبات. طبعا شوحها على النار عليها عشان ما تنزلش المية بتاعتها. بعد كده نزلت عليها ببصلاية. وهشوح كده الفراخ مع البصل. وهنا بقى حطيت مية وحطيت فيها ملح، هنا هسلق المكرونة. حطيت بقى التوابل، حطيت فلفل اسمر وسبع بهارات وبابريكا، ما حطيتش اكتر من كده. وهحط طبعا ملح. وهنا كان عندي فلفل الوان كده مقطعاه مكعبات وشايلاه في الفريزر، وفلفل اخضر حطيته كده مجرد ما بتحطيه يفك معاكي في ثواني مش بيغيب. خلاص كده تمام. وهنا عصجنا بقى الفراخ كده جاهزه معانا. حطيت كيس واحد من المكرونه وهسيبه يتسلق كويس. هنا بقى هطفي النار على الفراخ وحطيت كده شرايح من الزيتون. طبعا ما كترناش الملح علشان ان اي حاجه بتحطي فيها زيتون مخلل فبيحدقها معاكي شويه. فما تكتريش الملح وانت بتحطي للفراخ. هنا بقى نزلت بزيت وحطيت عليه 4 معالق من الدقيق. كل معلقه دقيق بتاخد معلقه من الماده الدهنيه. هدي للدقيق كده تحميصه وبعد كده هنزل عليه برتل من الحليب. وهقلب كده كويس. حطيت ملح وهحط شويه من الفلفل الاسمر. افضل اقلب فيه لحد ما البشاميل يبدا يتماسك معانا كده. وبعد كده حطيت شويه من الجبنه الموتزاريلا. هنا بقى المكرونه كانت اتسلقت. خدت بقى من البشاميل وحطيت على المكرونه وهقلبها كده كويس.
لو عجبتك الوصفة ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. هنا بقى انا حطيت طبقة مكرونة تحت في الصينية، وبعد كده نزلت بالفراخ وحطيت طبقة المكرونة التانية، بس الكاميرا كانت فصلت وما خدتش بالي ان الكاميرا فصلت. فهتحطي طبقة مكرونة وتحطي الفراخ اللي احنا معصجينها في النص وطبقة المكرونة التانية، وبعد كده نزلت بباقي البشاميل. وهحط بقى شوية من الجبنة الموتزاريلا كده على وش الصينية من فوق، وهدخلها الفرن. طبعا كل حاجة مستوية هتتشمع، هتقعد معاكي في الفرن بس ربع ساعة مش اكتر. هنا بقى برضو كنت بعبي العصير في الوقت ده، اعبي الخشاف كده زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لك وصفة سهلة ومش هتقفي في المطبخ اكتر من نص ساعة، وبصدر فرخة واحد هتفطري البيت كله. خلاص كده تمام. بعد كده رحت على النار، حطيت شوية زيت كده في الطاسة، وهبدأ بقى انزل بالكفتة. هنا بقى مش مكترة الزيت، يعني شوية صغيرين، مجرد ما بتاخد لون بقلبها على الجهة التانية. وهنا برضو كنت حاطة طاسة تانية فيها زيت. السمبوسة طبعا حشياها وشايلاها في الفريزر عندي، لما باجي اعمل اي حاجة كل يوم بطلع كمية كده صغيرة احمرها مع الاكل. ومجرد ما الكفتة بتتشمع بفضل اقلبها كده على كل جهة شوية. وهنا السمبوسة كانت خدت لون، قلبتها برضو على الجهة التانية، مجرد ما بتاخد لون كده برضو بخرجها على طول. خلاص كده تمام. الكفتة برضو هنا كانت استوت معانا، يا دوب هديلها كمان تقليبة كده وتاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده، هروح مخرجاها من الطاسة. خلاص كده هي بتستوى معانا بسرعة، ما بتاخدش وقت. كده خلاص الكفتة خلصت والسمبوسة كمان اتحمرت والمكرونة خرجت من الفرن. دي كانت وصفة النهاردة، ان شاء الله تجربوها، ربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في وصفة جديدة على خير. هنا بقى كنت عملت طبق سلطة ومخلل، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.